بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا هنكمل مع بعض نصايح القديس باسيليوس الكبير اللي بيتكلم فيها على روشتة ازاي نوصل بيها للسماء. الدواء الثالث بيقول فيه كده: عدم الخلطة بالأشرار. وبيقول يا ريت كلنا نفكر في المزمور الأولاني اللي بنصليه كلنا في صلاة باكر، وده أول مزمور في 150 مزمور، طوبى للرجل، اللي بيقول فيه مش المفروض الإنسان المسيحي يقعد في مجلس مستهزئين أو مجلس أشرار، لأن الحقيقة بتقول إن هناك عدوى سريعة للشر. الإنسان لما بيقعد في وسط وباء بيبقى عرضة إنه يتعرض للموت بسبب الوباء، واللي بيقعد مع الأشرار مع الوقت ممكن يستحل حديثهم ويجاريهم في اللي بيقولوه، فتبتدي ريحة الشر اللي فيهم تمسك فيه. علشان كده بيقول إن الإنسان مش هيقدر يوصل للسماء طول ما هو بيصاحب الأشرار. وهنا يبقى في سؤال: هو المفروض إحنا نعتزلهم؟ هو في قاعدة حلوة قوي بتقول إيه؟ بتقول في معاملاتنا مع الأشرار يا نجتذبهم يا نتجنبهم. نجتذبهم يعني نحاول نجيبهم لربنا. طب مش قادرين نجيبهم لربنا؟ لا، الأفضل نبعد عنهم وما نعاشرهمش. يعني ممكن نفتقدهم من أجل عمل الكرازة ومن أجل إن احنا نكلمهم عن المسيح المخلص، لكن في قاعدة بتقول لو في إنسان ما بيعرفش يعوم ما يحاولش ينزل ينقذ غريق، لأن هو اللي هيغرق معاه مش هو هينقذه. ده معناه إذا ما كنتش أنا مؤهل ومسنود بنعمة ربنا إن أنا أجتذب هذا الإنسان للمسيح وللكنيسة، مش المفروض أعاشره بحجة إن أنا بحاول أجيبه لربنا. لا، ممكن يكون في عمل روحي معاه من بعيد لبعيد، ولكن أنا بتكلم على الخلطة. يعني ما نخرجش خروجاتهم، ما نتفسحش فسحهم، ما نقعدش قعداتهم، لأن في الغالب إحنا كلنا ناس قابلة للتأثر. عشان كده بيقول في حاجة اسمها شراسة العدوى، ويكلم القديس باسيليوس على حاجة اسمها إفساد الحياة الروحية خطوة خطوة. فكل ما انت بتقعد مع الإنسان الشرير اللي مش قادر تجيبه لربنا، هو اللي بيجيبك لتحت وبيأثر عليك لتحت. ربنا يديني ويديكم صباح الخير.